السلام عليكم يا فنزاتي يا امارات، تعالوا شوفوا كده. هنعمل مع بعض ملوخية خضراء. يعني ايه؟ يعني الاكلة المفضلة لدى الجميع. اهو خرطنا الملوخية بعد ما قطفناها. نخرطها يعني مخرطة يا سكين. وادي الشوربة، المرق زي ما بيقولوا اخواننا العرب، المرق. بس انا بحب ايه؟ الشوربة تكون شوربة لحمة. وانا فت فيها المرق اهو. بحب احطها لها مرق. بحطها مرقة. المرقة دي بقى بيكون فيها كل التوابل. ده توم، وحاطة فيه شوية فلفل اسود وشوية ملح. هاخد جزء على ايه؟ على طرف المعلقة الصغيرة، احطه في الشوربة بتاعت اللحمة. انا بحبها باللحمة، انت ليكي بقى براحتك. تعمليها على شوربة ارانب، على شوربة فراخ، على كده. بس بأمانة بحبها على اللحمة. اوكي اهو. وبعد ما حطينا المرقة وحطينا التومة، تومنا نية من اللي احنا هنقدح بيها او احنا هنطش بيها الطش اهو. ونحركها كويس، وبعد كده ننزل بايه؟ ننزل بالملوخية المخرطة. ننزل بالملوخية المخرطة اللي هي قبل كده قطفناها وخرطناها ومجهزينها. الشوربة جاهزة، هننزل بيها. هننزل بالملوخية. دايما بحب استعمل المعلقة الخشب لانها جميلة وبنت حلال، ما بتوصلش الحرارة، يعني بتحمي ايدك. فدايما تلاقوني دايما في اغلب الشغل في المطبخ تكون معايا المعلقة الخشب اهو. هننزل بالملوخية. ايه بقى اللي جنب الملوخية دي؟ دي كربون، يعني بيكربونات الصوديوم. دي جميلة جدا جدا، دي اختراع. هي بقى دي السر في جمال الملوخية الخضراء المصرية. هننزل هننزل بالملوخية مخرطينها في الشوربة ونبتدي نحرك. نحرك بالمعلقة بتاعتنا، تكون طويلة عشان ما تلسعكيش، تكون خشب زي اللي انا بحبها اهو. ونبتدي بقى ايه؟ نفكها من بعض عشان ما تبقاش مكتلة كده ولا ايه ولا مكلكعة في بعض. فك التشابكات دي اهو، ما يبقاش فيها اي كلاكيع كده. يبقى ايه؟ الملوخية جاهزة. نديها شوية كده. تمام. بصوا البيكربونات راحت في الطبق، هضطر احط حبة غيرها. بصوا نزلت، لسعت، راحت مع الطبق. لان انا حطاها عشان ما انساهاش. لكن انت المفروض تنزلي الملوخية كده وتكوني مجهزة المعلقة او نص معلقة على طرف المعلقة الصغيرة، وتحطيها فوقيها مباشرة. بس انا عشان مش عشان انا اوريها لكم واوريكم المكونات اهو. وبعد كده بصوا البيكربونات هي اللي عاملة الريمة دي. هنفك كل التكتلات دي وهتبقى ايه؟ احلى ملوخية ممكن تاكليها. بصراحة اختراع. دلوقتي نخليها ايه بقى؟ تتماسك مع بعض كده، ونقلبها تقليبة بنت لذينة، وندعي ربنا انها تطلع حلوة. يا رب الملوخية تطلع حلوة، يا رب الملوخية. تفضلي تقولي كده ولا نشهق ولا نقول كلام فاضي، احنا بندعي ربنا. اوكي؟ يا رب يا رب تعجبهم، يا رب تعجبهم كده. هنركن بقى ايه؟ قفلت عليها، مش هنخليها على الشعلة. ما ينفعش تسيبيها على الشعلة لان الشعلة بتبقى سخنة بعد فترة، فممكن تخليها ايه؟ تاخد سوا بزيادة. الله الله. بصوا الريمة دي ما تخافوش منها، بعد كده هتختفي خالص. لما تبتدي تهدى هتختفي خالص. دي من البيكربونات. عايزة تشيليها بمعلقة لو مستعجلة، وعايزة ايه؟ تعملي لها التومة بتاعتها. اوكي، استني شوية كده وهوريكي شكلها هيبقى ازاي. بصوا استني بس شوية. هغرفها او هحولها في ايه؟ في حلة تانية. تعالوا شوفوا الجمال اهو بقى. الله الله الله. احلى ملوخية خضراء، احلى ملوخية مصرية. الله.
تشرب، والله تشرب، دي تتحط في مج يا جماعة وما تتحطش في طبق. بصوا اهو مجهزين التومة عشان نعمل ايه؟ احلى قدحة. احنا بنقول القدحة صعايدة احنا عنا اهو، نقول القدحة اللي هي ايه؟ الطشة. تحطيها في زيت ماشي، تحطيها في سمنة ماشي، تحطيها في سمنة بلدي يبقى كده كتر خيرك، هتبقى حاجة اختراع لو كانت سمنة بلدي. وطبعا احنا حاطين ملح وفلفل اسود فيها براحتك، عايزة تحطي اي توابل حطيها اللي تحبيها انت وولادك، بس انا مبحبش اكتر التوابل، كفاية المرقة دي هتلم الدور معاكي. اهو هنبتدي بقى ايه؟ نحط الثوم المطحون على نار هادية ونبتدي نقلب فيها شوية بشوية زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. نقطف الملوخية، وبعد ما نقطفها نغسلها ونخرطها، وبعد ما نقطفها ونخرطها الاول نقطفها، وبعد ما نغسلها بعد التقطيف نغسلها ونركنها شوية تصفى، يعني ما يكونش فيها مية، تصفى خالص، وبعد ما تنشف شوية كده نبتدي بقى نخرطها بالمخرطة. اكيد كل حد مصري او اي حد في العالم عنده مخرطة، نشتغل بالمخرطة ونخليها حلوة كده، ما هياش مطحونة قوي ولا قطع كبيرة قوي، زي ما انتوا شفتوها تمام. وبعد كده نركنها ونجهز لها التوم بتاعها ونجهز البيكربونات، وان شاء الله تاكلوا احلى ملوخية ممكن تعمليها يا قمرايا بالنسبة للمبتدئين وستات البيوت. اهو على نار هادية ونعمل التومة بتاعتنا، يا جماله يا جماله اهو. هتدعولي يا بنات وربنا يدعولي، لاني انا بوريكم حاجة حلوة خالص اختراع والله، الاول ما كنتش اعرف اعملها. بعد كده واحدة حبيبتي قالت لي الوصفة كلها، ومن ساعتها بقى احلى ملوخية ام الياس بتعملها بشهادة الكل اهو. يلا جربوا كده وشوفوا معانا اهو. هنقلب ونشوح التومة تاخد اللون الذهبي، هو كده حلو. خدي بالك يعني اديها سيكة كده، حمريها بزيادة عشان هترجع بيضة، يعني لما تحطي عليها الملوخية لو كانت صفرة او ذهبي هترجع ايه؟ بيضة. فحاولي تخليها حمرا سيكة كده، واخدة مش اللون الاوفايت. اللون الاوفايت هتبصي هتلاقيها لونها رجع ابيض، لكن لما تبقى مصفرة كده بزيادة محمرة هتبقى جميلة. يلا كده هنحط الملوخية عليها ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احسن ما بين يدينا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا شهر ولا الكلام الفاضي، احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حليلي اللي في ايدي واحسن ما بين يدينا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي احلى ملوخية، احلى ملوخية ممكن تعمليها لأولادك أو تاكليها في حياتك. يلا كده هنركن دي كله على جنب وأوريكي منظر الملوخية الجميلة بشهادة الكل، إني أنا بقيت أستاذة في الملوخية، والله ما كنت أعرف أعملها. تعالوا بس اتبعوا الخطوات دي وهتدعولي دعوة حلوة كده لأم إلياس، ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والله ببلاش، اللايك ببلاش والاشتراك ببلاش. ويلا دعوة حلوة كده تكبروا خاطرنا فيها، وبحبكم في الله. باي باي، احلى ملوخية. يلا باي 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 باي، في حفظ الله.